بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في بنة زمان مع إيمان. جبت لكم اليوم اقتراح لغداء أو عشاء: بطاطا كوشة بدون لحوم مجمرة معسلة. المقادير نتاعها بسيطة والبنة مع أختكم إيمان أكيد عالمية. متنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، صلوا على رسول الله. بسم الله. جبت البطاطا تاعي، جبت كيلو تاع البطاطا. كما شفتوا البنات قشرتها. جبت البطاطا اللي تكون صغيرة شوية في الحجم. نسي نقطعها دوائر. لازم الحجم تاعك ما يكونش بزاف غليظ، ما يكونش بزاف ثاني رقيق. نكمل كامل الحبه تاع البطاطا تاعي. بعد ما قطعت البطاطا نمشي للمرحله المواليه. جبت اناء خليتها تسخن مليح، درت ربع كاس نتاع الزيت، 2 فصوص تاع الثوم اللي كنت ربيتهم من قبل. المكونات تاعي مع بعض. دابا يكون البنات النار تاعكم تكون ناقصه باش الثوم تاعكم ما ينحرقش. نضيف ملعقه صغيره طماطم مصبره، نزيد نقليها مليح مع الثوم تاعي والزيت. فوالا بهذا الشكل. ماذا بكم البنات تسيو تحلوها مليح. بعد ما تخلطوا المكونات تاعي مع بعض على نار هاديه، نضيف البطاطا تاعي، نضيف كامل الكميه تاعي اللي قطعتها دوائر. وانتم استعملوا كميه تاع البطاطا على حسب افراد العائله. خلطت البطاطا تاعي كما راكم تشوفوا البنات باش تدخل فيها هذيك الطماطم والزيت والثوم. نضيف رشه تاع الملح اللي تكون مليحه. كما تعرفوا البنات البطاطا تاعنا تبغي الملح. ضفت ربع ملعقه كركم، ملعقه صغيره فلفل احمر، ربع ملعقه سكنجبير، ونصف ملعقه صغيره فلفل اسود. نحرك المكونات تاعي مع بعض مليح كما راكم تشوفوا. النار تاعك تكون خليتيها عاده ناقصه باش البطاطا تاعنا ما تنحرقش. نخلط المكونات تاعي مع بعض حتى هذيك البطاطا تشرب التوابل. هي البطاطا تاعي بعد ما قليتها مده 5 دقائق كنت زيدت لها شويه النار باش تتحمر. ماذا بكم البنات البطاطا ما ديروهاش خضراء هكاك في البلاط تاع الفور، هكا تجي بزاف بنينه وتشرب حتى داك النكهات تاع التوابل والثوم. نمشيو درك للمرحله المواليه. نجيب البلاط تاعي اللي يدخل للفور كما راكم تشوفوا البنات، ندير فيه حبه بصل اللي كنت ربيتها من قبل، ونضيف لها حبه تاع طماطم اللي كنت ربيتها من قبل. نزيد رشه تاع المعدنوس، والمعدنوس اختياري كما تقدري ما تستعمليش. نضيف البطاطا تاعي اللي كنت قليتها مليح في الفور. ضفت شويه حار، الحار اختياري. نخلط المكونات تاعي مع بعض. نضيف كامل هذيك البطاطا كما شفتوا البنات دات لي تحميره مليحه وما شربت هذوك التوابل. هكا تجي بزاف بنينه. نسدفها في البلاط تاعي. عفوا البنات، قبل ما نسدف الوجه تاع البطاطا تاعي نخلطها قبل مع هذوك المكونات اللي درتهم. على البنات بهذا الشكل نسي نسدفهم مليح في البلاط تاعي. ونجيب كاس الا ربع تاع الماء، كما تقدروا ديروا حتى كاس تاع الماء اذا بغيتوها تجي فيها لاصوص. نديرها على الجناب، ما ديروهاش على البطاطا باش التتبيله تاعكم ما تروحش. مرحله نجيب ورق تاع الطهي، نسي نغطي البطاطا تاعي باش طيب لي في غرضها. نزيد بابي الومنيوم، نحكمه مليح، ندخله الفران 180 درجه. تديكم في الفور من ساعه الى ساعه ونص. البطاطا تاعي بعد ما خرجتها من الفور تشوفي الموس تاعك يدخل فاسيلمون في البطاطا، تعرفي بلي طابت. انا دات لي ساعه ونص في الفور، خليتها تجمرت في خاطرها. كنت منقصه عليها الغاز، درت رشه تاع المعدنوس اختياريه، تقدري تاكليها غير هكاك. وكان يتوفر عندي شويه تاع الفرماج درت لها على الوجه، مام اختياري، تقدري كاع ما تستعمليش. ندخله الفور يذوب ونطلقوه في صحن التقديم. هيا البطاطا تاعي بعد ما خرجتها من الفور كما راكم تشوفوا البنات تجي مشربه ما تجيش ناشفه، لها غير الوقت الكافي باش تطيب. نقصي عليها الغاز. اذا ما حبيتيهاش تجيك بزاف ناشفه زيدي لها الماء. الحار زادها بنه على بنه. نقلع لكم ورسو باش تشوفوها كي جات من الداخل. نتمنى تجربوها، راني متاكده راح تعجبكم. نحي عليكم الحيره والتخمام. واذا عجبكم الفيديو ما تنسونش بالبارطاج، خلوا لي رايكم في التعليقات، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.